الذي عمل من اجل الوصول الى ديغو سيميوني لمده 3 مواسم. الكره والتوزيع خطيره، ماندوكيتش يرجع الكره، جول 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 تياغو يفتح مجال التسجيل للاتليتيكو عند الدقيقة 13. يا سلام، اللعبة ممتازة من خوان فران في اتجاه ماندوكيتش حطها لتياغو، قال له خذ يا تياغو، كل يا تياغو، سدد يا تياغو، وسدد يا تياغو. الهدف الرابع الذي يسجله البرتغالي كاردوزو تياغو للاتليتيكو مدريد، ربما هذا هو الأغلى أمام ريال مدريد في ملعب فيتشنتي كالديرون. التوزيعة كانت بالمليمتر وماندوكيتش حطها. أين أنت يا كاسياس، أين أنت؟ كرة أرضية زاحفة قوية مرت من أمام كاسياس. على كرة مثل هذه ترتمي يا كاسياس ولا تجلس هكذا من أجل صد كرة مثل هذه. كم كانت قوية وصعبة وجميلة اللعبة الثلاثية، وهدف أول للأتليتيكو قبل ربع ساعة من انطلاقة هذه المباراة. اهتز الفيتشنتي كالديرون واهتز كذلك ديغو سيميوني لهذا الهدف، أول أهداف المباراة. Rozlega się buczenie, ale popatrzmy. Siqueira, to nie jest pierwszy jego wypad. Tak daleko Siqueira! I gol! Ależ gol! Saul Niguez po zagraniu Siqueiry! To jest poezja, co oglądamy dzisiaj na Estadio Vicente Calderón. Co może zrobić Carlo Ancelotti? Co mogą zrobić piłkarze Realu, bo teraz są po prostu na kolanach. Nawet kontuzja Koke wyszła na korzyść Atletico Madryt, bo pojawił się na boisku Saul, który zachował się w tej sytuacji fantastycznie. To jest jego trzeci gol, ale popatrzmy jaka akcja Siqueiry. Nie było asekuracji, Siqueira włączył się właściwie bez krycia. Potem też dość łatwo wygrał ten pojedynek z Carvajalem, który poszedł na raz. A to co zrobił, to co teraz oglądamy, to co zrobił Saul Niguez, no tego nie powstydzą się najlepsi piłkarze świata z Messim i Cristiano Ronaldo na czele. On jest niezadowolony, że gra za mało, no ale Diego Simeone mówi, nie mogę mieć zastrzeżeń do tego, jak pracuje na treningach. وصل الكرة تنفذ مباشرة لأردا توران، ما احتفظ بها أردا يتوغل، أردا باليسرى، أردا يرفعها، كرة صعبة خطيرة، جول 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 جول. لعبة وكأنك في بلاي ستيشن، ملعوبة بالرجل اليسرى في اتجاه الراس. جريزمان خرج في القائمة الثاني، سجل الثالث، وكأنهم في حصة تدريبية عناصر أتلتيكو مدريد بقيادة أردا توران. الثالث جول أتلتيكو مدريد يعبث بالريال، يسجل ثالث الأهداف. أنطوان جريزمان يسجل هدفه الثاني عشر له هذا الموسم مع أتلتيكو. شوف اللعبة من أردا توران، شوف التوزيعة كم كانت رائعة في القائمة الثاني. صول بالراس رجعها مباشرة لجريزمان. هدف ثالث يا رافائيل فاران. حصة تدريبية، لعبة على طريقة البلاي ستيشن لأتلتيكو مدريد. التوزيعة باليسرى والراسية، ثم جريزمان يسجل باليسرى، يسبق رافائيل فاران يسجل الثالث. 3-0. قلت لكم إذا مرت 20 دقيقة والريال لم يعد في النتيجة سيسجل الأتلتيكو الثالث وربما الرابع في الخامس، وتكون نتيجة تاريخية ثقيلة على عناصر ريال مدريد. سيميوني يصنع الفارق على خط التماس كعادته، هو اللي يعطي الشحنة، هو اللي يعطي الحرارة، هو اللي يعطي القوة أيضا للاعبيه. قالوا عني بأن فريقي عنيف وقوي، نعم هذه هي قوتنا في تدخلاتنا، قوتنا في تفوقنا. اللاعب توريس، فرناندو توريس عنده الكرة يبدأ يطلبها ماندوكيتش، فرناندو توريس، جول جول جول. ختامها مسك بالرباعية للأتلتيكو، نتيجة تاريخية لم يسبق لها مثيل. نعم ماندوكيتش يسجل هدفه، ماندوكيتش يسجل الرابع. فرناندو توريس يعطي تمريرته بالأربعة، يضرب أتلتيكو المدريد اليوم أمام الريال وسط أجواء فريدة من نوعها خيالية في فيتشنتي كالديرون. كارلو أنشيلوتي لم يفهم شيئا، نحن فهمنا بأن الأتلتيكو اليوم هو برازيل كرة القدم، فاز
عليكم بالرباعية يا أنشيلوتي. نحن نفهم بأن الريال اليوم منقوص من 5 لاعبين، نحن نفهم بأن الريال اليوم لم يتقن اللعب على أرضية ميدان مثل هذه. ماندوكيتش أمام مدافعين 2 خرج وضربها بالراس مسجلا الرابع. 4-4 يضرب الأتلتيكو اليوم أمام الريال. يا سلام، الحارس إيكر كاسياس تلقى رباعية اليوم، من زمان لم يتلقى رباعية مثل هذه. يا إيكر كاسياس 4-0 للأتلتيكو أمام الريال. هناك من تحدث عن نتيجة تاريخية للأتلتيكو عندما سمع بالغيابات للاعبين الأساسيين ال5 عن الفريق. الدقيقة 90 سادتي الكرام، أتلتيكو مدريد بماندوكيتش 4 أهداف من 4 لاعبين مختلفين فازوا اليوم على ريال مدريد فوزا تاريخيا